السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم من مطبخ دودو؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسلام. الأول نترحم على كل أمواتنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويجعل مثواهم الجنة. وندعي اللي معانا لكل إخواتنا وحبايبنا، ربنا يشفيهم ويتم شفاهم على ألف خير. معانا النهاردة فيديو الدمار الشامل، عرض التوفير. طبعا مفيش بيت ما بيستهلكش الصابون بكل أنواعه، سواء صابون مواعين أو صابون غسيل بأنواعه، سواء للغسيل الغامق أو الغسيل الملون. معانا النهاردة أول عرض اللي هو الصابون المواعين ده. الكيس ده ب20 جنيه، بيعمل 8 لتر، بس أنا عاملاه مركز 7 لتر. والله يا جماعة زيه زي الفيبا بالظبط، واللي أحسن من كده إن هو نو فنبالين ونو بطاس، وما بيسببش أي التهابات خالص في الإيد، والسمك بتاعه تحفة وحكاية. وب20 جنيه أنا كنت بملى الجيركن ده كده بالظبط، كنت بملاه والله ساعات ب50 وساعات ب55، لان كان في الصابون، في نوع صابون اللي هو اللي ما بيسببش حساسيه، في نوع كان ب6 جنيه وب7 جنيه. وطبعا الصابون ما بننساش طبعا العبايات السوداء والغوامق والجنس، اي مسحوق فيه مبيض فبيبقى له اثر سيء عليها وبيخليه اللون يجرب ويبهت. الكيس ده ب30 جنيه، بيعمل لي 3 كيلو. عايزه اقول لك انا حطيت بالظبط نفس معيار الكيس، وعايزه اقول لك تحفه ونفس الكثافه والريحه والحكايه. بما ان احنا كنا بنشتري الكيس بيبقى 100 جرام او 50 جرام ب6 وب7 جنيه على حسب كل صبانه وبتبيعها. وبرده عندنا مسحوق الجل اللي هو البرسيل الجل. طبعا كلنا عارفينه ان احنا بنجيبه للغسيل العادي والغساله الفول اوتوماتيك. وفي ده انا جايب ده للمسحوق للغساله العاديه واللي هي الفول اوتوماتيك والغسيل اليدوي. في للغساله الاوتوماتيك منه كمان، لانه نازل منه انواع كتير. وباذن الله كل ما هلاقي نوع جديد في الصبانه هجيبه واجربه معاكم. ده بل كمان في منه روايح متعدده، يعني في منه اللي هو بيبقى غسيل السجاد والستاير، في منه بريحة النعناع، في منه بالنعناع الأخضر، في منه ميكس ما بين النعناع والليمون، النعناع الناشف والليمون والنعناع الأخضر، وفي بريحة البرتقال. حضرتك زي ما انت حابة. زائد ان في منزلين منه اللي هو للدهون الكيسي اللي هي بيدوب الدهون. الفيديو النهاردة زي ما قلت دمار شامل، عرض التوفير بالظبط. كمية الصابون اللي اللهم بارك حضرتك شايفاها دي عملت معايا بالظبط 75 جنيه. بما ان انا كنت بملى جيركن صابون سايل بس بتاع المواعين، بملاه ب55 جنيه او 50 جنيه على حسب ما كل مرة اللي هو الصبانة بتملاهولي. الكيس ده اللي المسحوق للمواعين العادي ب20 جنيه، ده للغسيل للغوامق ده ب30 جنيه، ده للبرسيل جل ب25 جنيه. وفي صبانات لو هي بتبيع جملة هتديكي بأرخص من كده، يعني اللي هو أبو 30 جنيه هتحسبهولك 25، والتاني هتحسبهولك 20 عادي خالص لو انت بتجيبي كمية وجملة. وممكن برضو طبعا لربات البيوت ممكن يكون مشروع مربح لو انت جبتيه وعملتيه وسوقتيه، هيبقى جميل جدا. زائد الجودة والخامة بتاعته حكاية. تابعيني النهاردة في الفيديو هيعجبك قوي عرض التوفير. لو عجبك دعميني بلايك وشير والسكرايب، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك. من مطبخ دودو ارجو يكون ان الفيديو النهاردة ينال اعجابكم، وان شاء الله كل ما الاقي جديد هنعمله مع بعض. من مطبخ دودو. اول حاجه انا فتحت الكيس زي ما حضرتك شايفه، لقيت جواه كيسين زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. هجيب طبق وهمزج الكيسين مع بعض او هخلطهم مع بعض كويس. فتحت الكيسين، في كيس زي البودر، وكيس فيه مسحوق زي شبيه بالاريال الاوتوماتيك بس تخين. وكده شكل الكيسين بعد ما قلبتهم مع بعض كويس قوي. هبتدي انزل عليهم بلتر لتر، هنزل عليهم حبة حبة زي ما حضرتك شايفة كده واقلب.
وهنزل عليهم باللتر التاني. انا ضفت اللتر الاولاني وهضيف اللتر المية التاني وبرضه هقلبهم مع بعض كويس قوي. هو بريحة البرتقال زي ما حضرتك شايفة كده، واللون بتاعه لو حضرتك حابة تحطي له لون، بس انا هسيبه زي ما هو. وهحط عليه اللتر التالت. حطيت اللتر التالت وقلبت كويس قوي زي ما حضرتك شايفة كده. وبعد ما قلبت كويس قوي هحط اللتر الرابع وبرضه هقلب كويس. انا كده حطيت اللتر الرابع وقلبت كويس قوي، وبرضه هحط اللتر الخامس، وحطيت لتر المية الخامس وبرضه بقلب كويس قوي، وبرضه حطيت اللتر المية السادس وقلبت كويس قوي، وحطيت برضه لتر المية السابع وهقلب كويس قوي. وده كده شكل صابون المواعين. انا هسيبه ساعتين علشان يتقل ويتكاثف، وبعد كده هعبيه في الجريكن. انا حطيت 7 لتر ميه، هو المفروض مكتوب 8 لتر بس انا حطيت 7 لتر. وحضرتك وانت بتستخدميه تقدري تخففيه زي ما انت عايزه، او حضرتك ممكن تقليه وتخليه 6 لتر ميه زي ما انت عايزه. احنا خلصنا صابون المواعين. هنعمل بعد كده الصابون بتاع الغسيل اللي هو الغسالات الفول اوتوماتيك والغسالات العاديه. جبنا طبق وهنفضي فيه برضو نفس التكرار محتويات الكيس. محتويات الكيس ده مختلفة عن محتويات الكيس التاني. في كيسين برضو، بس الكيس ده المادة اللي هي الجل اللي فيه لونها بيج غامق. لونها كده بيج تقيل او بيج سميك، مادة سميكة كده. واللون الكيس التاني كان لون الكيس البودر التاني لونه ابيض، ده لونه زي لون الاريال كده او الزهرة، قريب ما بين الزهرة. هو مكتوب عليه للظهور للمنظفات الصناعية. هنحطهم في الطبق ونقلبهم كويس قوي مع بعض. انا فضيت محتويات الكيسين في طبق كده زي ما حضرتك شايفة، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وده شكل لما الكيسين بعد ما قلبتهم كويس قوي مع بعض. برضو هنزل عليهم بكمية المية بالتدريج. انا نزلت باول لتر مية وقلبتهم كويس قوي زي ما حضرتك شايفة كده، وهنزل عليهم بلتر المية التاني وبرضو هقلبهم كويس قوي. انا نزلت عليهم برضو بلتر المية التاني وقلبته كويس قوي، وبعد كده برضو هنزل باللتر التالت وهقلبه كويس قوي، ونزلت عليه بلتر المية الرابع وحطيت 4 لتر ونص. هو الكيس ده مكتوب عليه بياخد بالظبط 5 لتر مية. بس انا حطيت 4 لتر ونص علشان عايزاه يبقى تقيل حبة. حضرتك بتحطي طبعا السمك بتاعه ده انت زي ما حضرتك شايفة، زي ما حضرتك شايفة كده. اللهم بارك، ريحته وشكله زي الاريال اللي هي اكياس الاريال اللي بتتجاب، اللي هي الاريال السايل. انا هتركه برضو ساعتين زيه زي الصابون التاني، وبعد كده هعبيه وهنجربه مع حضراتكم. الاكياس دي مختلفة عن نوعين الصابون التانيين. زي ما حضرتك شايفة كده في كيسين ابيض، ده كيس جل شفاف، وده كيس بودر لونه ابيض. هنفتحهم مع بعض وبرضو هنقلبهم مع بعض كويس. انا فتحت الكيسين وفضيتهم كده في الطبق زي ما حضرتك شايفة، ودي الوان المحتويات اللي جوه الكيسين. اللون السايل اللي هو اللون ابيض شبيه باللون اللبن او الحليب، والتاني بلون البودر لونه ابيض. وكده شكل محتويات الاكياس اللي هي جوه الطبق. وده الصابون الجل للمحتويات اللي هو الغسيل الاسود. كان فيه كيسين انا فضيتهم في الطبق زي بالظبط نوعين الصابون اللي قبل كده، ونزلت عليه باول لتر وقلبته كويس قوي، وتاني لتر وقلبته كويس قوي، وهنزل عليه باللتر التالت. وده شكل الصابون التالت. بعد ما خلصته نزلت عليه بلتر المية التالت وقلبته كويس قوي، برضو هتركه ساعتين. يبقى كده شكل اول صابون اللي هو صابون المواعين اللي هو شبيه بالفيبا اللي احنا عملناه. كده اول شكل صابون مواعين احنا عملناه اللي هو شكل صابون الفيبا. وده الصابون التاني اللي هو للغسيل الابيض والالوان اللي هو للغسالات الفول اوتوماتيك او الغسيل اليدوي.
وده النوع التالت اللي هو للحاجات الغامقة، للعبايات وأي حاجة غامقة عامة. هنتركه لمدة ساعتين ونرجع تاني نشوفه. وكده شكل محتويات الأكياس اللي هي جوه الطبق. كده شكل الصابون بعد مرور ساعتين. عايزة اقول لحضرتك السمك بتاعه اللهم بارك زي ما حضرتك شايفة كده. تقل وبقى عايزة اقولك تحفة، وريحته تحفة، ده بريحة الليمون. بالظبط زي الفيبا. انا عملته مركز شوية، هو المفروض 8 لتر، انا عملته 7 لتر. وده برضو شكل اللي هو الاريال. حضرتك الصابون ده اقتصادي قوي. النوعية من الصابون دي ده لسه نازل في الصابونات. نازل بنوعيات كتيرة وباستخدامات كتيرة. الاولاني ده كان للصابون المواعين اللي هو زي الفيبا، وده للغسيل العادي والغسالات الفول اوتوماتيك، وفي للغسالات الاوتوماتيك. ده كيس الاريال العادي اللي هو الكيس بيتجاب ب25. انا جايبه الكيس ب25، يعني عمل لي 4 لتر، يعني انا موفره ال75 جنيه في الاريال بتاع الغسيل العادي والغسيل الفول اوتوماتيك. وده الاريال اللي هو للغوامق والعبايات السوداء والحاجات الغامقه. زي ما حضرتك شايفه كده الكثافه بتاعته تحفه، احسن بالظبط وزيه بالظبط زي اللي هو اللي انت حضرتك بتجيبيه للغسيل العبايات السوداء وللغوامق. حضرتك بتجيبي الكيس بالظبط 50 جرام او 100 جرام، الكيس ب6 جنيه وب7 جنيه. فما بالك الكيس ده ب30 جنيه بيعمل لي بالظبط 4 لتر من الصابون. وزي ما حضرتك شايفه بالظبط الكثافه بتاعته. عايزه اقولك هو بروايح كتير وليه اكتر من 10 انواع. تحفه. ده الصابون الاقتصادي بتاعنا، عملناه بكل حركاته وكل تكاته. وان شاء الله اي نوعيه تانية هتنزل في الصبانه انا هجربها مع حضراتكم. طبعا حضرتك مفيش بيت بيستغنى عن اي مسحوق غسيل، سواء اللي هو الصابون السائل لغسيل المواعين، او للمسحوق لغسيل الغسالات العادي، او الغسيل اللي هو الغسالات الفول اوتوماتيك او الاوتوماتيك، او طبعا للحاجات الغوامق اللي هو بيحافظ على الالوان. ده كان الفيديو بتاعي. لو كان عجبك ادعميني بلايك وشير وسكرايب، وارجو ان تكون الفكرة عجبتكم. طبعا انا لقيتها حلوة قوي في الصبانة، في الصبانات بيتباع في كل الصبانات باسعار حلوة قوي. زي ما حضرتك شايفة الكميات. اول صابون انا عاملة 8 لتر، تاني صابون انا عاملاه 6 لتر، تاني صابون انا عاملاه اللي هو للغسيل الاسود والغوامق 4 لتر. بكل الكميات ده ب65 جنيه. فما بالك لو انتي الصابون السائل انا بجيب الكيلو منه فيه ساعات ب5 جنيه وب6 جنيه. انا جايبه الصابون السائل العادي ده ب20 جنيه. الكيس ده ب20 جنيه، اللي هو فيه سوبر لوكس وفيه سوبر توفير، ده بريحة الليمون، وفيه سوبر الاصلي على حسب ما حضرتك بتلاقيه متواجد عندك في الصبانة. وده الكيس العادي اللي هو ده شكل اللي هو المسحوق اللي هو باللافندر، اللي هو سوبر لوكس. ده للغسيل العادي للغسيل العادي والغسالات الفول اوتوماتيك. وفي طبعا منه للغسالات الاوتوماتيك. وده اللي هو للغوامق العبايات السوداء والحاجات الغامقة، هو بيحافظ عليها. ده ب30 جنيه. وده ب25، اللي هو سوبر جل للغسيل للعادي والغسالات اللي هي فوق في الاوتوماتيك سوبر لوكس. وده للغسالات ده للصابون المواعين، ده 8 لتر، انا عاملاه مركز 7 لتر. حضرتك تقدري تخفيه او تتقليه زي ما حضرتك عايزه. طريقته سهله قوي، ما فيهاش اي افتكاسه. لو عجبك ادعميني بلايك وشير، ولو لسه مش مشتركه في القناه اشتركي. وكده شكل محتويات الاكياس اللي هي جوه الطبق.